نحن سعيدين بهالشوفة. الله يشافيك، وهالوجه الصبوح هذا اللي يخبط حبيبي، هاي كلها بيوتكم كلنا لكم، واهلا وسهلا بكم ومرحبا. والبصرة تلاهي بالصغير والكبير والبعيد والقريب والخليج، حياكم وليداتي وليداتي كل الهيلة، تأمرون شي ما خدمتكم. نحن سعيدين بتواجدنا في البصرة، فرحانين بشوفة أهل البصرة، ويوم نشوفك أنت تنادينا من هناك. على الراس على الراس على الراس. فرحانة بشوفة الخليجيين في البصرة. يما كان مين احنا وانتم مين؟ ماكو فرق وليد، والله ماكو فرق يا يما. شلون ما نكيف بيكم؟ اللي يجي نشله ضرعنا إله. والله شلون مين احنا؟ غير عرب، غير اسلام، غير اصالة العرب هاي. شلون يا يما؟ أنا جيتك من الإمارات نقول لكم يا أهل البصرة نحبكم. على راسي والله الامارات، والله يرحم الشيخ زايد صاحب الفضل على العراقيين، اخوي كان مقيم هناك وساعدهم، ويعني الله يرحمه الله يرحم، فضله ما ينسي، إله فضل عليه، وانتم وليداتنا وعلى راسي حبيبي. حبيب امك ديله رايعه وجميله، الف ليله وليله حب وغرام، هي حلوه هي جنها مزهريه، اصلها عربيه دار السلام كل العراق. والله وليداتي وش تامرون بي، احنا بخدمتكم. أنا اليوم من وصولي للبصرة يمكن هذا أجمل لقاء لي أنا. وليد يعني فرحان بشوفتك وفرحان بكلامك، ما ودي تخلصي. حبيبي والله حياك، بيتك ها تفضلون عندي اليوم، اقوم بواجب لكم على راسي. يقول اهل البصره او العرب ترى عموم، يقول عين غطاء وعين فراش، والله تدللون علينا، اللي يجيك من عليك، هذا حكيهن يمه، يقول اللي يجيك من عليك، مو انا من عليك، انت منيت علي جيتني ايه لعد شلون. انتوا اهل البصره اهل كرم، اهل نخوه، اللي شفته في اهل البصره من اول وصولي للمطار لين هاللحظه وانتوا حايفين حوف. احنا لين تدري شنو سببها؟ ربط البصره بالخليج وحده، هاي الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه من بعد الخليج تتصل بدول العالم. ليش عندنا ميناء يتصل بدول العالم، فلهذا شوف اهل البصره شعبيتهم، منطقهم، اسلوبهم تختلف عن محافظات العراق كلها، باسلوبها، بضيافتها، بخدمتها للعالم، باستقباله، بمنطقها، بكل شيء تختلف. يا انت صغير يا ريت من ذاك الوقت موجود وشايف اهل البصره ايش يسوون، يا ريت. احنا كنا نسمع عن قصص اهل البصره وكبرنا ونحن نسمع عن البصره واهلها، واليوم نحن سعدنا لما سمعنا ان بطولة كاس الخليج بتكون في البصرة، قلنا فرصة نروح ونشوف اهل البصرة اللي اشتقنا لهم. حياك والله، حياك يا وليدي، حياكم والله، وانا بيتي مفتوح خصوصا للامارات والخليج بصورة عامة والامارات بصورة خاصة، بخدمتكم والله وانا امكم وليدي حبيبي. الله يعطيك الصحة والعافية، وان شاء الله بتكون لنا زيارة خاصة لك. حياك بيتك وانا امكم وليداتي احذروني يما المرض دقني. الله يعطيك. زاهية وحبوبة ونادرة وطيوبة، فيها بكل عذوبة هالقلبها، سالمة يا بلادي يا تراث اجدادي ويا رمز بغدادي وعاش العراق. يسحر النواظر ويسر الخواطر بين ماضي
سعد، شو رايك في الصوره المعبره لهذه السيده العجوز اللي تعبر عن كرم ونخوه العراقيين؟ احزننا والله، احزننا يا اخي، احزننا سعد والله. هي ما فيها ان شاء الله ترى ان شاء الله يرجع العراق. الصوره ما فيها تصنع، صادق، هاي ما فيها تصنع، صادق والله العظيم. باينه حتى كلامه مشاعر حقيقيه صادقه. ايه اي حتى واضح ان اللقاء ما كان مرتب له اصلا اللقاء. ما في تصنع ابدا. كل العراقيين الان المفروض انهم اليوم الشيء اللي يفرح انك تشوف مساحه الملعب 65,000. جو العراقيين اجتمعوا بكل طوائفهم من اجل شعار وطنهم. هذا اللي احنا نتمناه ان يستمر من اجل نهوض العراق، لن ينهض الا بابنائه. وهذا اللي نتمناه، نتمنى دائما الالفه والمحبه بين كل طوائف العراقيين. والعراق جزء مننا. والله انا حزننا ساعد. كابتن يعني المشكله انه شوف عزه النفس، يعني هاي الانسانه مريضه صح. يعني اغلب الشعب هذا، يعني شوف الكرم، شوف الضيافه، معون صغير يعني قاعد تقدمه، هذا اللي عدها لربما، والله ما عدا غير شيء. صح. هذا كل الشعب العراقي، الشعب العراقي بشكل عام، لربما الشعب الناس اللي عايشين في البصره بشكل خاص هم ذولا. بس ما اعرف، احنا اليوم فرحانين بالافتتاح ويعقوب طلع لنا هذا المقطع، يعني ما اعرف هسه احنا نفرح ولا نبكي بهذا الموضوع. لا بالعكس نفرح. هاي صوره معبره عن نخوه العراقيين. اي والله. عن كرمهم وعن طيبتهم. واستاذ يعقوب كيف فرحتهم بنا. الوفاء شو قالت اخوي في الامارات والله يرحمه الشيخ زايد، يعني شوف الوفاء، يعني شيء تعبير امس تكلمنا ان هذه البطولات يعني ممتازه للعراق. كنا نقول ان هذه البطولات ممتازه للعراق. اليوم الشعب وحدهم وتقربهم. الشعب العراقي الفترات السابقه والاحداث اللي طافت بدون ذكر تفاصيلها، يعني هناك كانت في محاولات لعزل العراق عن محيطه الخليجي والعربي. لكن اليوم مشاركه الخليجيين، وهذه مساهمه يعني مقدره. شوف فرحه المرأة اللي بالفعل مثل ما قلتوا في الناس البسيطة. ابو نواف مثل ما تفضلت في التغرير، كأنها العراق تتكلم، كأن العراق قاعدة تتكلم. هذه العراق الحقيقية. برافو على المراسل انه يطلع مثل هذه الاشياء. اي والله. وسببها دورة كاس الخليج. كاس الخليج نعم. فبالتالي عندما نتكلم ونقول كاس الخليج إرث، كاس الخليج حضارة، كاس الخليج ترابط تلاحم، مو في الملعب وانما خارج الملعب. عندما اليوم يعني كاميرا قناه ابو ظبي الرياضيه تطلع لنا هذه المقابله مع هذه المراه الكريمه، هذه المراه المحترمه، هذه المراه اللي نحطها على راسنا، بصراحه يعني ابكتنا باسلوبها وحديثها التي يعني تجسد روح وكرمها. هو هذا ديدن العراق. صراحه ما نقدر نتكلم، هو هذا ديدن العراق. نقول يعني الله يطول في عمرها، ونقول الله يحفظ العراق وشعبها. هو هذا ديدن العراقي انه يحب الضيف. واحنا صار لنا، انا حكيتها امس في البرنامج، انه صار لنا 44 سنه ما مستقبلين ضيف خليجي عندنا بمناسبه انه كاس الخليج صارت في العراق. يعني احنا نتمنى مثل ما قال المراسل انه احنا هسه اليوم نتمنى انه كل سنه تكون كاس الخليج بالعراق في كل محافظات العراق، لانه هو هذا الكرم العراقي معروف الكرم العراقي، مو اليوم ولا هذا عبر التاريخ يعني.